السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا فيديو نهار اليوم. كما شفتوا في العنوان جيت نشارك معكم وصفه ترك مسكر اللي ما نستغناش عليها في كل عيد ولا كل مناسبه، ونديرها غير بالكاوكاو بمقادير بسيطه، ويعني تنحي كميه كبيره، كميه لاباس بها اللي تقدروا تعتمدوها حتى في الاعراس ولا في المناسبات. نبداو بالمقادير. نحتاج 3 كيسان فرينه، رشه ملح، ملعقه صغيره فاني، وملعقه صغيره سكر عادي. انا الفرينه ديت عبار شويه كبير، تقدروا تنقصوا نتوما على حسب الكميه اللي حبيتوا ديروها. نزيدوا كاس سمن دايب اللي راح نفيضوه بالزيت، راح نضيفوه تدريجيا. ونحتاج كذلك كاس مزهر، ولا تديو كاس وربع من مزهر، يعني على حسب الفرينه تاعكم. كاينه فرينه تشرب وفرينه ما تشربش، يعني عينكم هي ميزانكم. هنا بديت نحط تدريجيا في السمن، وكل مره نحاول اني ندخلو مليح في الفارينه، يعني نبسو هذيك الفارينه مليح بهذاك السمن باش نضمنوا انه من بعد العجينه تجيه هشيشه. تلموا بيدكم حتى تكملوا هذاك السمن كامل. فيما بعد راح تزيدوا ماء زهر تدريجيا. في الاولى راح تجيكم جاريه ومن بعد راح تلم معكم. حاولوا انكم تخليوها طريه. انا هنا تحذفوا لي يعني بعض المقاطع. شكلتهم كريات فيهم 30 حتى 35 غرام كل وحده، وعلى حسب الحجم الحبه اللي راح ديرها، اللي حابه ديرها، وتغطيوهم يرتاحوا مده ساعه. نجيو للحشو اللي نحتاجو فيه 2 كيسان كاوكاو. انا قليتو ورحيتو رقيق، حمرته يعني ولحيته رقيق. نزيد له نصف كاس سكر عادي، ملعقه صغيره فانيليا، ونلمو بمزهر. نحط النواشف مع بعضهم ونخلطهم مليح. من بعد راح نبدا نبل فيه بمزهر. مزهر هنا ما عندوش يعني مقدار محدد. نتوما تلموا في نفس الوقت تعجنوا، تحاولوا انكم تعجنوا بصوابعكم هذاك السكر باش ينطلق معاكم حتى يبدا يخرج في العسل تاعو. هذيك يبدا يخرج في العسل تاعو هذيك اسمها العجين الحشو عفوا، راهو مليح، يعني ما تجريوهش بزاف. في الاخير تزيدوا له ملعقه شويه كبيره تاع السمن. هذه السمن هي اللي راح تخلي الحشو يكون طري لمده طويله. انا في الاخير زدت له شويه تاع عطر اللوز، ممكن تستغناو عليه عادي. وصدقوني هاد الوصفه ناجحه 100% وتنحي كميه كبيره. هنا غطيته خليته يرتاح مده ربع ساعه. من بعد شكلته حرابش كيما هكا اللي رايحين يعاونوكم على الخدمه، يعني تخدموا تم. نجيب الحربوش تاعي نحطو على العجينه بعد ما حليتها رقيقه كيما راكم تشوفوا، راهي رقيقه بزاف. ونبدا نلم فيه يعني في الحبه غير بالعقل، نبدا نضغط على الاطراف مليح ومن بعد نلويها يعني ونشكلها هلال. هنا بعد ما شكلتهم هلالات لازم عليكم تقبوهم، لازم تقبوهم يعني تخرجوا منهم هذاك الهواء اللي يكون بين الطبقات. والعجينه كل ما تطرحوها رقيقه راح تجي مورقه معكم من داخل. تقبوهم كامل، تضمنوا انكم تقبوهم على الجوانب كامل باش يخرج الهواء اللي فيهم. ومام الهواء هذاك من بعد راح يدير لكم مش كله كان يقعد انه يبدا شغل يتقشر، يدير القشور معاكم. هنا راح ندخل نطيبهم على درجه حراره 150 وكل وحده والفور تاعها. كما قلت لكم ينحي كميه كبيره الله يبارك ما شاء الله. هنا بعد ما طاب شوفوا تحمروه غير من التحت، غير من التحت، وتنشفوه شويه من الفوق، يعني حوالي 5 دقائق حتى 3 دقائق، 3 دقائق 5 دقائق من الفوق وطفيو عليه. نجيب للعقده هنايا انا نحط نصف كاس ما زهر، نزيد له 2 ملاعق كبار سكر ناعم، نخلطهم مليح ونزيد معاهم رشه تاع لافاني باش يعطي نكهه مليحه. هنا نغمسهم كامل في هذاك ما زهر، يعني في هذيك العقده يتشربوا مليح هذيك العقده. من بعد نحطهم يسقطروا حبه بحبه. حاولوا انكم تسيسوه شويه كي يعود جديد يكون شويه يعني هشيش. حاولوا انكم تسيسوه وما تخافوش من هالعقده هذه، يعني كي تسردوا هكا بها ما حدير والو، تم ينشف سورتو كي تخليوه يقطر.
شوفوا راهو طايب احمر يعني ما شاء الله. هنا راح نحطوه في السكر. انا الطريقه تاعي في التسكار تاعو نحطوه كامل في السكر هكا كيما شفتوا، ونغمسو بهذاك السكر، يعني نديرلو من التحت ومن الفوق، ونخليه يعني انا نخدم هكا كل 5 حبات 6 حبات نحطهم في السكر ونخليهم مده 5 دقائق حتى 10 دقائق يتشربوا هذاك السكر مليح. ومن بعد نبدا نحي فيه غير بالعقل، سيسوه باه ما يتكسرش معاكم، وفي نفس الوقت باش ما يتنحاش منه هذاك السكر. تبداو تنفضوا عليه السكر هذاك غير بالعقل على الجوانب والاطراف ومن التحت. تمسحوا هكا غير بالعقل، يعني تحاولوا انكم تنحيو غير الزوائد تاع السكر. وكل حبه نصيحه، كل حبه اعطيوها حقها، يعني ما تزربوش، غير بالعقل راح يجي معكم هايل وبريزونطابل. يعني ما تقدروا تستعملوه حتى في يعني ديروه حتى في المناسبات تاعكم. هنا راني نزيد في السكر، يعني كاينين اطراف راهم يبانوا، راني نزيد لهم في السكر. وهاي لكم الحبه كيفاش تخرج النتيجه رائعه ما شاء الله. هنا راح نحطهم كامل في قصعه كبيره، ونعاود نرش عليهم السكر من الفوق. حاولوا انكم تخدموا بالكميه، يعني 10 حبات 15 حبه باش تقدروا تسكروهم كامل مع بعضهم. هذا التسكر يعني الاخير للتزيين، واللي تحب ما ديروش ما ديروش. وهاي لكم النتيجه الاخيره.